أجواء نار قبل المباراة. يا شباب مرياح، هدف صراحة، هدف ثاني. لازم تو سوريا تفوز على فلسطين، الله غالب باش نعملوا. ثم بيلانتي تنحاها الفار المنتخب سوريا. اي 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 اوه فرصة خطيرة يا شواط. كيفاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة يا شباب وصلنا اليوم لملعب البيت، من هنا ملعب البيت في مدينة الخور، مباراة تونس وقطر. صراحة الجمهور التونسي طبعا كما تعرفوا كان مستاء جدا من الأداء المخجل للمنتخب وللاعبي المنتخب، خاصة في مباراة سوريا ومباراة فلسطين. صراحة كل الجماهير تقريبا الجماهير مستاءة جدا، لكن هذا ما يمنعش انه اليوم باش نشوفوا حضور لجماهيرنا التونسيه ان شاء الله تعالى. حظوظ المنتخب طبعا صعبه جدا للتاهل، لكن هذا ما يمنعش انه باش نجوا ان شاء الله ونشجعوا منتخبنا ونوقفوا منتخبنا. صحيح اللاعبين خيبوا اماننا، لكن الجمهور بعمره ما يخيب المنتخب، والجمهور بعمره ما يخيب البلاد باذن الله تعالى. طبعا وصلنا لهنا افضل الملاعب اللي يعجبني كما قلت لكم، يعني في الجوله اللي عملناها للملاعب هنا في قطر ما مشيناش وما جيناش لملعب الخور. الدنيا ليل للاسف، تمنينا نكونوا نجوا على بكري شوي ونصوروا لكم الملعب في النهار يكون احسن والتفاصيل نتاع الملعب تبان افضل، لكن اليوم طبعا باش تشوفوا معنا ان شاء الله اجواء لمباراه تونس وقطر ان شاء الله مربوحه لمنتخبنا الوطني التونسي. بالنسبه لي بصراحه انا مباراه اليوم هي مباراه من سيكون الأسوأ، تونس ام قطر؟ خلينا نكتشفه مع بعضنا. يلا توقعاتك الماتش. توقعاتي صراحة أحس تونس يفوزون، بس احنا لازم نشجع العنوبي، لازم نشجع قطر. يعني الماتش هذا أنا سميته ماتش من سيكون الأسوأ. يكون الأسوأ. من سيكون الأسوأ للأسف. تونس وقطر تعبانين. الثالث والرابع. اي فالماتش هذا باش نعرفوا من سيكون الأسوأ، تونس أو قطر حسب رأيك. اي والله ما نعرف، بس انا احس ان تونس بيفوزون، بس ان نشجع قطر. يلا ان شاء الله حظ موفق. طبعا ملعب البيت جميل جدا، كما من برا يشبه للخيمة، من داخل زادة طابع الخيمة يطغو على هذا الملعب. اذا تفصلنا ساعة تقريبا على الماتش، مازال الملعب ما تملاش. طبعا ان شاء الله حظ موفق لمنتخبنا التونسي، وان شاء الله الجوارات بصراحة لازمهم يقدموا اداء مشرف يشرفنا على الاقل. طبعا دخول اللاعبين شباب يقوموا بعملية الإحماء، إن شاء الله اليوم يعملوا بصراحة ردة فعل أقوى من اللي شفناها في مباراة فلسطين، يعني خيبونا من بعد الفوز ب2-0 والتعادل بعدين، يعني بصراحة خابت أماننا شوي وبعد هزيمة منتخب سوريا. إن شاء الله اليوم شباب الأولاد هذوما الملاعبية متاعينا يشرفونا، إن شاء الله يلعبوا على المريول بالرسمي، خاطر مباراتين شفناهم اللاعبين ما همش قاعدين يلعبوا على المريول بصراحة. يعني شوفوا معاي حضور الفيراج، يعني بالرغم من النتائج مخيبة شوفوا معاي، يعني الجماهير والفيراج التونسية دائما تصنع الحدث. أجواء نار قبل المباراة.
لحد الآن تقريبا 8 دقائق لعب، لكن ما فماش حتى فرصة تذكر بالإمكان نذكروها. تقريبا لعب متوازن بين المنتخب الوطني التونسي ولعب متوازن أيضا بين المنتخب القطري. زلنا ما شفناش سيطرة مطلقة من واحد من الفرق. فرصة خطيرة كيفاش بعد. يا ربي انصر لاتينيزي. جيد، هدف والله. الحمد لله الحمد لله. هي البداية على الانتصار. لازم لهنا يا شباب كالعادة تقص علي المايك، ما فهمتش شنو السبب. فما شوية هجمات من المنتخب التونسي ومن المنتخب القطري. شوط لهنا ضيع فرصة كانت خطيرة جدا. منتخب قطر أيضا كان يحاول يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. المهم انتهى الشوط الأول وبدأ الشوط الثاني، وهذه كرة الهدف الثاني فرحة عارمة كانت لنا في الستاد. أما الغالب الصوت ما فماش كالعادة. الملاعب في قطر مليئة بالشاشات، يعني حتى إذا فاتتك فرصة أو إذا فاتك هدف فما فاتك شيء، تقدر تشاهد كل الأهداف وكل اللقطات بالإعادة على الشاشات الكبرى الموجودة في الملعب. يا شباب مرياح. هدف صراحة هدف ثاني. لازم تو سوريا تفوز على فلسطين. الله غالب باش نعملوا. ثم بيلانتي تنحاها الفار المنتخب سوريا. فان شاء الله يلا يا شباب ان شاء الله تعرش عليها. راهو الحظ نجم يكونوا معانا ونترشحوا، والله ما تدريش عليه. بونتو اخر من تونس، انتصار لسوريا، نترشحوا لما لا. بطاقة حمراء للجزائري. بطاقة حمراء علاش ما فهمتش اصلا. عبا الصاد فرق الصاد. شواط كيفاش برافو بصراحة. تقى اليوم قدم مباراة كبيرة والله. تقى برافو برافو للاعب والله. تم احتساب 4 دقائق على الأقل كوقت إضافي. ليش ورينا سكور؟ ورينا من غد فلسطين وسوريا كي بخشوا الغدوة يضري باش يبقى تعادل الماتش. الجمهور هذا والله يستحق الفرحة والله. الجمهور والله خسارة يا شباب الزحمة والله. 3-0 نتيجة برافو. يعطيهم الصحة مساج مقبول. الاعتذار من الملاعبية ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله كوب دافريك ان شاء الله. الملاعبية ماشيين يعتذروا طبعا من هذا ابسط حاجة يعملوها، يعتذروا من الجماهير. حمد علي بن رمضان مان اوف ذا ماتش. عيوني دمعت قسما بالله والله. يستحقوا تأهل لكن الله غالب. يعني والله تشوفوا اليوم الحضور التونسي كما تشوفوا يعني ما شاء الله بعد الانتصار. الجمهور هذا يستحق التأهل، لكن للأسف كما شفتوا يعني اليوم 3-0 نقبلوا الاعتذار من الملاعبية. إن شاء الله في المسابقات القادمة إن شاء الله نشوفوا المنتخب يقدم أداء ما خير إن شاء الله. والله أداء ممتاز جدا ونورونا. أما خسارة ما ترشحناش للأسف. إن شاء الله في الكوب دافريك ولا في الكوب دو موند. شنو رأيك في أداء الملاعبية اليوم والانتصار هذا؟
شوف هو بنحكي بصراحه الجواريد يعني جو الماتش الاول والماتش الثاني تعبين، بالرغم انه سوريا وفلسطين اقل برشا من مستوى قطر. اليوم كانوا اللاعبيه يلعبوا في جرينتا، اليوم لعبوا بجرينتا كبير على الاخر، خاصه في الدفاع. جواريد كل كانوا متجانسين، مش كما المباراه الاولى والثانيه كانوا داخلين بعضهم برشا مش متناسقين. اليوم نحسوا انه الكيب كامله فاهمين بعضهم، يعرفوا البوزيشن نتاع كل واحد فيهم، وكانت مباراه رائعه. يعطيهم الصحه ان شاء الله. كان بها اعتذار من الملاعبيه للجمهور؟ والله عادي نتقبلوهم، احنا هذيك هي الكره، ما عندنا ما نعملوا، هذيك هي الكره. والجمهور اليوم يستاهل هذا الربح، والجمهور فرحان بالليكيب اليوم، ما نظنش انه متغشش برشا. الجمهور معمل برشا على الكوب دافريك، يعني الكوب داراب ماناش مركزين معاه برشا، خاصه انه التشكيله الرئيسيه نتاع المنتخب التونسي كلها مش حاضره، يكونوا مهملين على الكوب دافريك. ان شاء الله في الكوب دافريك نوصلوا اقل حاجه للنصف النهائي ولا النهائي ونعملوا حاجه في المغرب. إذا هيك يكون كملت المباراة يا شباب كما شفتوا، يعني 3 أهداف لصالح المنتخب الوطني التونسي اليوم. برافو للأولاد، يعني قدموا مباراة. لو شفنا الأداء متاع مباراة اليوم في مباراة سوريا وفلسطين لكانت طبعا تونس تتصدر الترتيب، لكن للأسف هذاك ربي شنو حب. تقريبا كان به اعتذار من اللاعبية، شفناهم مشاوا لكل الجماهير في الملعب تقريبا كانهم يقدموا اعتذار من الجماهير التونسية. الحمد لله. يبارك فيك عايشك. شكرا. فهيك يعني تكون ختام يعني مشاركة المنتخب الوطني التونسي في بطولة العرب. ان شاء الله هارد لك لمنتخب قطر ايضا، يعني ما قدموش دورة جيدة. ان شاء الله نشوفوا منتخب وطني تونسي اقوى، خاصة في كاس افريقيا باذن الله تعالى. ان شاء الله يشرفونا. ما تنسوش طبعا تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس. تو ما بقى لي نقول لكم كان نشوفكم ان شاء الله في الفعاليات القادمه وفي تغطيات اخرى لما لا ايضا في كاس العرب، بالرغم اللي باش طبعا تنتهي رحله تونس في كاس العرب، لكن باذن الله نوروكم ايضا الاجواء اللي ما زالت موجوده في كاس العرب في قطر. شكرا للجميع والسلام عليكم.